اهلا بكم. في الفيديو ده هنعرض بشكل تفصيلي اكتر ازاي نستخدم التمبلتس بتاعت N8N. هنروح عند التمبلتس بعد ما نفتح الانستنس بتاعتنا، هنروح عند التمبلتس. هتفتح معانا الويب سايت اللي فيه التمبلتس، حوالي اكتر من 10,000 تمبلت متقسمين كاتيجوريز AI سيلز ماركتينج. ممكن كمان نستخدم السيرش علشان ندور باليوز كيس اللي احنا عاوزينها. نقول مثلا ان احنا عايزين اوتوميشن يأوتوميت مثلا ان انا ابعت رسائل، ابعت ميلز، حاجات من هذا القبيل. هنختار اي تمبلت. هنا فتحنا التمبلت بتاع البيرسونال AI اسيستنت باستخدام تليجرام، فبيورينا بريفيو عن الورك فلو، ايه النودز اللي موجودة فيه. وبعدين تحت بيبتدي يشرح لنا ازاي بيشتغل وخطوة بخطوة ايه النودز اللي موجودة جواه. فهنعمل يوز فور فري، هيدينا كذا اوبشن ان احنا نimportه للانستنس بتاعتنا، او ان احنا ناخد كوبي للجيسون فايل، او ان احنا لو عندنا N8N على الكلاود بتاعت N8N. هو هنا كاتب لي get started عشان انا ما عنديش على الكلاود. انا عندي انستنس سيلف هوستد، بس انا غيرت اللينك ده فمش هعرف اقول له import دايركت لللينك بتاعي ده، فهاخد كوبي للجيسون ده. هناخده كوبي دلوقتي، وبعدين بعد ما ناخده كوبي هنروح نفتح الورك سبيس بتاعتنا ونعمل بيست. شرح الورك فلو باختصار ان هو دي تليجرام، بيجيله تريجر على التليجرام لما حد يبعت مسج، هتعدي على allow list عشان مش اي حد يقدر يبعت، هنحط شات اي دي معين او ليست من الشات اي ديز. بعدين لو ده فويس اللي جاي هنداونلود الحاجات بتاعه التليجرام، الفويس اللي جاي، بعدين يعدي على الترانسكرايب عشان يحوله لتكست يقدر ال AI agent يفهم. ال AI agent ده connected ب AI model، احنا ممكن نختار اي موديل احنا مشتركين فيه، ومعاه شوية tools هي بقى ال AI بيستدعيها على حسب البرومبت اللي جاي من اليوزر، وبعدين يرد عليا تاني في التليجرام. جدير بالذكر ان دوت ريوز، يعني احنا واخدين الورك فلو ده من حد عامله قبل كده، فاحنا ممكن نغير التولز دي، نستخدم مثلا سبريد شيت بدل البيز رو، نستخدم طريقة ايميلينج تانية، نستخدم مسجنج تاني غير تليجرام. فالموضوع ده طبعا الحرية بتاعتنا تماما ان احنا نكستمايزت يعني على حسب اليوز كيس بتاعتنا. النودز اللي عليها علامات احمر بالتعجب دي، فدي معناها ان الكريدنشلز مش مظبوطه، فاحنا هنفتح ونظبط الكريدنشلز. انا كنت عامله كريدنشلز التليجرام قبل كده، فانا مش هعملها تاني في الفيديو ده، نعملها فيديو لوحده عشان ما نطولش الفيديو. فهنختار بس الكريدنشلز بتاعتنا اللي احنا كنا اوريدي عاملينها، او هندوس نكريت كريدنشلز جديده. بعدين هنقفل النود ونروح للنود اللي بعدها. طبعا علامات التعجب دي ممكن تكون اي مشكلة تانية في النود يعني، بس انا بقول في الكيس دي هي مشكلة credentials. ففي التليجرام برضو هنعمل نفس الحاجة، هندخل نفس الكريدنشلز اللي احنا دخلناها في التليجرام نود الاولانية، وهنا في الترانسكرايب برضو هندخل الكريدنشلز بتاعت OpenAI بتاعتنا. وبرضو الموديل هنا هنختار الموديل اللي احنا عاوزينه، ممكن الموديل ده او اي موديل تاني. وهنبتدي نعمل برضو الكريدنشلز بتاعت بيزرو، بس انا حابه اعمل معاكم في الفيديو ده الكريدنشلز بتاعت يعني بيزرو بالتفصيل، بما ان دي تول يعني مش متعرف عليها، انا كنت اول مره اشوفها وانا بريوز الورك فلو ده، فممكن نمشي فيها ستيب باي ستيب. وهنا عايزه انوه عن حاجه مهمه جدا، الدوكيومنتيشن بتاعت كل نود هي اكتر حاجه بتساعدنا ان احنا نعمل الكريدنشلز، لان احنا من غير الدوكيومنتيشن دي مش هنبقى عارفين الكريدنشلز دي ممكن تتعمل ازاي. فN8N قوي جدا في حته الدوكيومنتيشن دي، اي نود عايز تستخدمها تدخل دوكيومنتيشن هتلاقي شرح تفصيلي. فهنا بيقول لي ازاي اعمل بيزرو كريدنشلز. بيزرو دي حاجه زي ايرتيبل، يعني داتابيز ممكن تستخدمها بشكل مجاني لفتره. البريريكوزيتس ان انت تبقى عندك اكونت، فهو هنا حاطط لك اللينك بتاع بيزرو وعن طريقه تقدر تروح تعمل اكونت. هتدوس على اللينك، انا هنا كاتب لي ماي داشبورد عشان انا اوريدي عندي اكونت. لو انت ما عندكش اكونت هتبتدي تكريت اكونت بسهوله جدا، يوزر نيم وباسورد او عن طريق جوجل ميل، وبعدين هتدخل على الداشبورد بتاعتك.
وهتكمل بقى بقية الخطوات بتاعة الاوثنتيكيشن. وهنا جايب لي طريقتين للاوثنتيكيشن using username او password ويوزنج التوكنز، ونفس الاوبشن ده عندي في N8N. بس هنلاقي مكتوب ان username والباسورد ده deprecated ما بقاش مستخدم، فهنختار الاوبشن التاني بتاع التوكن. هنختار التوكن وبعدين نرجع تاني للدوكيومنتيشن بتاعة N8N نشوف التوكنز اللي هو الكريدنشالز بتاعة التوكن، يعني ممكن نعملها ازاي. الستبس دي مكتوبة كلها. هنرجع دلوقتي للدوكيومنتيشن ونشوفها. ان احنا هنيجي على settings database tokens وبعدين نكريت توكن. كل ده عرفناه منين؟ عرفناه من الستبس دي. هنلاقي ان هو بيقول لي عشان استخدم التوكن هكونفيجر الداتابيز زي ما مكتوب هنا. احنا هنبقى محتاجين داتابيز توكن نكريته بيز هوست دي اللي هي يعني ال N8N نود. وهنكريت الداتابيس توكن زي ما مكتوب. هنكتب نيم ونختار الورك سبيس اللي احنا عايزين عليها اكسس. هنا كتبنا النيم بعدين الورك سبيس وبعدين هنقول له كريت توكن، فهنلاقيه ظهر هنا. هندوس على ال3 نقط دول وهناخد التوكن ده كوبي بيست ونرجع بيه للنود اللي في N8N نعمل له بيست وبعدين سيف. هنلاقي ان هو قال لي الكريدنشال سكسسفولي كرييتد، وهلاقي ان هو طلع لي في الاوبشنز الداتابيس بتاعتي اللي هي اوريدي موجوده في الورك سبيس اللي انا ربطتها بالتوكن ده. فهي دي المفروض الداتابيس اللي انا اديت ل N8N اكسس عليها عن طريق التوكن اللي انا كريته ده. كده تبقى الكونفيجريشنز بتاعت النود دي تمام. النود التانية بتاعت ايرتيبل هتتعمل بنفس الموضوع. هنختار الكريدنشالز بتاعتنا وهنختار الداتابيز اللي احنا عايزين لها اكسس. وبقيت برضو النودز بقى اللي عندها علامة تعجب برضو هنا في الكريدنشالز بتاعتي اخترتها. برضو الجيميل ممكن نعمل كريدنشالز تانية، نعمل يعني نوضح تاني طريقة الكريدنشالز دي. بكده يبقى الورك فلو جاهز ان احنا نجرب. طبعا احنا مش عاملين بابلش دلوقتي، احنا بس هنجربه. فهنرن كده نعمل اكسكيوت وبعدين نفتح التليجرام بوت بتاعنا ونبعت له، نجرب نبعت له وهنسأله عن حاجة من الحاجات اللي موجودة في الداتابيز عشان نشوف هو هيعرف يجيبها لنا ولا لا. فمثلا هنسأله على التاسكس اللي هي قبل سبتمبر وهنلاقي ان هو مش هيرد، وده نتيجة طبيعية جدا لان احنا مظبطناش الالو ليست. احنا قلنا في اول فيديو ان الالو ليست دي انا هدخله الشات ايديز اللي هو المفروض يقبلها. فهنا دي هنا الاف كونديشن ده معرفش اصلا يكسكيوت ليه، او هو دخل في الالسيام ليه؟ لان احنا هنا مظبطناش الكونديشن، ما قلتلوش مين الشات اي دي اللي لما يبعت لك اسمح له ان هو ان انت يعني تاكسكيوت الورك فلو. هنجيب منين بقى الشات اي دي ده؟ بصراحه ما اعرفش اذا كان في طريقه من تليجرام ولا لا، بس اسهل طريقه بالنسبه لي ان انا هجرب تاني ان انا ابعت له رساله لان هو ما كانش بيعمل listening للايفنت الاولاني. فهبعت له والاوتبوت اللي طالع من التريجر هو ده اللي هياخد منه الشات اي دي. فانا كده لما بعت رساله هلاقي هنا محتاج يعني هنا المفروض ان هو ابعت له او اكتب له الشات اي دي اللي اتبعت لي هنا في الالاو ليست دي، البوينت اللي اسمها الاو دي او النود اللي اسمها الاو. فهحط له هنا الشات اي دي اللي هو المفروض يقبله. يعني ده معناه ان لما يجي لك الشات اي دي هتمشي في الترو باث. الترو باث ده اللي هو بقى بيكسكيوت بقيه الورك فلو. كده بقى لما نيجي نبعت له تاني هاخد نفس السؤال تاني اللي انا كنت سألته له، هاخده كوبي بيست وهبعت له، والمفروض ان انا عامله ان هو يلسن او دلوقتي يعني عملته. فهو بدأ اهو النودز تكسكيوت قدامنا. هو راح اشتغل في الترو باث وبعدين شغل الورك فلو والاي اي ايجنت رد عليا وعرف يستخدم التول المناسبة accordingly البرومت اللي انا بعتاه، وجاب لي فعلا التاسك بالديتيلز بتاعتها اللي هي بتماتش الديت اللي انا كتبته له في البرومت. بكده نكون عرضنا شرح سريع ازاي ان احنا نريوز تمبلت من على N8N وازاي جربناها، ازاي ظبطنا واخترنا الكريدنشالز بتاعتنا. ما تعرضناش بشكل تفصيلي للكريدنشالز بتاعت تليجرام ولا جيميل
ازاي الجوجل يعني عامة، ازاي ان احنا الجوجل تولز ازاي ان احنا نعمل لها credentials من الاول، لان ده محتاج فيديو لوحده. عرضنا سريعا ازاي نشوف الدوكيومنتيشنز بتاعت N8N ونمشي عليها ستيب باي ستيب عشان نكرييت credentials لتول ممكن نكون احنا ما شفناهاش اصلا قبل كده. في نهاية الفيديو احب اشكركم. يا ريت تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك لو الفيديو عجبكم وحسيتوا فيه اي فايدة. لو في اي حاجة اتشرحت بسرعة او بشكل مش واضح يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس، واستنوا فيديو جديد بإذن الله.